السلام عليكم يا شباب. كلنا طبعا شفنا مباراة الهلال والفريق الياباني وراوح. المباراة انتهت بالتعادل، ده صحيح. شهادة طرد سالم فقدناها في المباراة القادمة أيضا صحيح، لكن عندي إحساس إن حتى لو إحنا قدمنا مباراة سيئة، أضعناها على أنفسنا، صعبنا الأمور، لكن صحيح يبقى في فرق هدفين إن إحنا عشان لازم نفوز بالبطولة. عندي احساس ان المباراة القادمة دي هتبقى شكل تاني خالص، ان الهلال قادر ان هو يحقق البطولة لتاني مرة على التوالي. مش شايفها صعب عكس الاخوان ما بيكلموا في قنوات فضائية وفي الاعلام عموما. الامل لسه باقي، والامل بالله. وانا عندي احساس غريب ان المباراة دي مجرد شوط، ولسه عندنا شوط تاني عشان نرجع بالكاس. بس قولوا يا رب.